صراعك مش مع الدنيا فقط، صراعك مع البشر، صراعك في عيشتك، صراعك في مكافحتك في أرضك أو في شغلك أو في عملك أو في بيتك. الصراع مش هينتهي أبدا لغاية آخر يوم في رحيلك من الدنيا. صراعك مع البشر اللي هي أنت شايفه في وجهة نظرك، أو شايف البعض إن هو باصص عليك وحاقد عليك، فعاوز تبقى أنت تبذل أقصى جهد عشان تبقى الأفضل والأحسن. صراعك في الدنيا إنك أنت عاوز تكافح من أجل أولادك عشان توفر لهم معيشة صح. صراعك في شغلك عشان أنت ما يبقاش أحسن منك فلان في العمل ويتقدر أحسن منك في العمل وياخد شهادة تقدير أحسن منك في العمل. صراعك في أرضك وفي بيتك عاوز تبقى توفر لأولادك كل حاجة عشان ما يبصوش بره، فصراع الدنيا مش هينتهي. وصراع البشر والكفاح أيضا مش هينتهي. فما تبصش على إنه فلان باصص عليك أو حاطط نجره من نجرك. خليك في حالك وخليك في الصح اللي انت بتعمله، طالما شايف إنه ده صح وشايف إنه كفاحك صح وشايف إنه العمل بتاعك صح، امشي فيه وخليك ساير في طريقك وخليك ساير في كفاحك وفي عملك عشان هتنجح وتوصل لمرحلة أكبر. هتوصل للطموح اللي انت عاوزه والهدف اللي انت عاوزه. فما تحطش فلان في عقلك وتقول له ده باصص علي وحاقد علي وكرهني وعاوز يفشلني وعاوز يضيعني وعاوز. قلت لك الصراع في الدنيا والصراع مع البشر عمره ما هينتهي غير لآخر يوم في رحيلك. يا رب يكون الكلمتين وصلوا للناس، وتحياتي ليكم. وعندي كلام كتير ولكن ممكن بعض الناس هتفهمه على نفسه فتزعل من العمدة بيومي، ولكن الكلام موجه للعامة وأنا أولكم. تحياتي لكم، العمدة بيومي.